يلا بينا نفرز الطماطم بطريقة حلوة قوي. هخليكي تسلقيها وتفرزيها بطريقة جميلة جدا، وهقولك نفكها ازاي من الفريزر ونشتغل بيها على طول. اول حاجة بجيب الطماطم بتاعتي بغسلها انقعها في مية وخل وملح، وهسيبها اقل حاجة 10 دقايق، وبعد كده هغسلها كويس جدا. اهم حاجة تركة النقع خل وملح في اي خضروات. وبعد ما اغسلها ببتدي اقطعها بالشكل ده، بشيل الراس بتاعتها. تمام. ولازم نقسمها نصين عشان ممكن تكون من جوه مسوسه ومن بره مش باين عليها السوسه. تمام. انا كده بطمن ان من جواها قلبها نظيف. بعد ما بقطع الكميه بتاعتي كلها بنزل هنا بحبيتين فلفل احمر كبار وكوبايه ميه. هننزل هنا بثلاث معالق كبار بابريكا عاديه وثلاث معالق كبار ملح وثلاث معالق كبار سكر. الكميه دي ل5 كيلو طماطم. مع الفلفلتين الاحمر اللي احنا حطيناهم، وممكن تستغنوا عن الفلفل الرومي الاحمر ده لو انتم مش متوافر عندكم. طبعا بيجي عليه وقت ساعات بيكون غالي جدا فمش بحطه، انا حطيته دلوقتي عشان الموسم بتاعه وبيكون رخيص جدا اليومين دول. ان حطيت الطماطم على النار عاليه لحد ما بتبتدي تغلي، بوطي النار واسيبها لحد ما تقل لغايه لما تتسلق. طب اعرف منين انها اتسلقت؟ بتكون خلاص اتهرت معايا خالص كده، وبتكون كميتها قلت. طبعا انا ما ضفتش غير كوبايه الميه اللي انا حطيتها في الاول، لان الطماطم هتنزل الميه بتاعتها بالبلندر او في الخلاط طبعا، بس خطوه البلندر لو عندك هتبقى اسهل. تضربيها ونبتدي في مصفى ضيقه تحتيها طبق، وهنصفي كميه الطماطم. او ممكن تحطي بقى، انا هنا حبيت احط على كميه صغيره عشان تبقى باينه معاكم كويس، لكن انا بحط ساعات مره واحده في طبق كبير خالص ياخد الكميه كلها واصفيها مره واحده. وخطوه التصفيه دي مهمه جدا، ما تحاوليش ان انت تستغني عنها او ان انت تسهلي على نفسك وتحطي كده على طول في كوبايه، علشان ده غلط. البذر ده غلط على الكلى. تمام. ببتدي بعد ما اصفي الكميه بتاعتي، انا بحب اعمل اكياس، كيس على كوبايتين وكيس على كوبايه. لو احتجت الكيس الكبير تمام، لو احتجت الكيس الصغير ابقى انا عارفه معيار الطماطم اللي انا عاملاها. طبعا ضربت بالبلندر وهي سخنه وسبتها لما تهدى خالص، وبعد كده نحطها في الاكياس. تمام. ولو هتضربيها في الخلاط هتستني لما تبرد خالص وبعد كده اضربيها. لكن لو ضربتي بالبلندر هتضربي، بس برضو لازم تستني علشان غلط ان احنا نخزنها في الاكياس وهي سخنه. وبعد ما بدخلها في الكيس معايا او بعد ما بقسمها في الاكياس، ببتدي اميل الكيس بالشكل ده واطلع الهواء اللي فيه خالص واقفل. الحركه دي بتخلي لي الكيس لما يتفرز ويجي يطلع يبقى سهل ان هو يفك وما ياخدش وقت كبير معايا. تمام. لو انت عايزه تطبخي هتلاقي نفسك الطماطم فكت معاكي بسرعه. طبعا هنا رصيتها في الدرج دي فريزر ودخلتها، ولما باجي استخدم منها مش بطلعها قبلها بفتره كبيره، انا ممكن اطلعها قبلها بفتره بسيطه علشان انا الكيس عندي طول ما هو مفروض كده بيفك على طول. يلا جربوا طريقتي وقولوا لي رايكم.